هذا. وثانيا أشكر الشيخ يوسف على حسن الاستقبال، وقدمنا كل الشكر والتقدير حتى بالعمال تاعو الكاتبة بارك الله فيها وبارك الله فيه، وربي يحفظه ويحفظ له عائلته، وربي يحفظ له والديه، ربي يحفظ له وليداته ان شاء الله، ربي يوفقه، وان شاء الله ربي يحميه على الاعداء اللي راهم يتبعوا فيه الاعداء. ان شاء الله ربي نقول لهم ربي يهديكم وما ديروش عليهم، لان ان شاء الله ربي اللي يجي يدير النيه تاعو في قلبه لوجه ربي سبحانه يجي عند الشيخ يوسف، وان شاء الله ربي كاع يشافيكم عنده. وشكرا. كيفاش كانت الجلسه؟ كانت ما شاء الله بارك الله فيك، جلسه طيبه. عندي 6 سنين وانا عندي اختي بصح هذه اليوم ما شاء الله الحمد لله. 6 سنين وانتم تجروا بها؟ اي 6 سنين وانا نمشي مع عند راقي، واليوم الحمد لله. الحمد لله كل الشكر. الحمد لله. هذه عائله يعني بيت قران، بيت من القران، يعني حفظت القران ملتزمه، فداروا يعني فعلوا السحر للاخت على الالتزام سبحان الله، وسلطوا عليها شيطان ملحد فشككها في الله، يعني عذبها. فيعني الأخ يعني هو يعني حافظ القرآن وكذا، فقال يعني هذا اختصاص، نلجأ إلى راقي يعني هو أهل الاختصاص، يعني أنا لم أفهم أقرأ قرآن ولكن لم أفهم مثلا حالة الطب وكذا، فلجأ إلى راقي، ففعل هذا الراقي لهذه الأخت سحرا آخر سبحان الله، ففعل لها سحرا، ويعني زادت الأمر على ثم من هذاك اليوم اللي بدأت الجريدة على الصح فعل لها سحر يعني، يعني زاد فعل لها سحر، وهي مثلا البنت زهرية. الأخ هذوك الرقات يعني تاع اللي ياخذوا الطاقة يعني روحانيين هو ياكل حال الأخ ما يعرفش هذوما الرقات. ننصح الجميع المرضى اللي عندهم شغل والديهم خاوتهم ما يروحوش الروحانيين اللي زعما يكتبوا ولا اللي تعمل قبور ولا، ننصح بها. سبحان الله سبحان الله. يقول المولى عز وجل انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني هو على كل حال ما يعرفش يقول لك الرقة ما يفرقش، يقول لك بالك كامل كيف. فاحنا نقولوا الحذر من اشباه الرقات. انا ما نقولكش هو عندي مثلا، ولكن اختار رقي شرعي مشهود له بالامانه، لا يتعامل مع الجن ولا كذا ولا كذا ولا كذا. يعني تكون مثلا إنسان هذا ثقة في أمانته، في عقيدته، يكون عقيدة أهل السنة والجماعة، فهذا يعني طبيب إن نجح وإن لم ينجح لا يضر، لكن هذا باش يفعل سحر آخر شيء عظيم. صلى الله عز وجل التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.